السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت غالبا قريت العنوان في التعريف موضوع النهاردة، فكان في مقدمة كنت كاتبها، بعد كده تدرجت اللي هو انت كده كده هتقرا العنوان وهتبقى فاهم ان احنا هنتكلم النهاردة عن احلام اليقظة. احلام اليقظة بشكل شخصي هي حاجة انا مريت بيها فترة طويلة في حياتي ولسه بمر بيها. ولكن اللي كان شاف الفيديو بتاع العادات اللي انا كنت منزله، او حتى الفيديو بتاع يعني او الفيديو الاكبر بتاع اندرو هيبرمان لما كان برضه بيتكلم عن الهابت تراكنج والهابت بيلدينج. فعارف ان احلام اليقظه مفيده الى حد ما، ولكن انا ما قريتش بشكل فعلي في احلام اليقظه يمكن من 2018 2019، في الفتره اللي انا كنت في عز احلام اليقظه فيها، والفتره اللي خلتني اكتشف ان بكل بساطه احلام اليقظه هي بتبقى هروب من الواقع. بس لما الموضوع اتطلب مني دلوقتي ولما جيت ارتبه واقرا فيه، لقيت ان بسم الله ما شاء الله في دراسات كتير تمت. فاستأذنك بعد ما تخلص الفيديو، خصص ربع ساعة نص ساعة بالكتير، انزل بص على المصادر، لأن بجد في أوراق بحثية مهمة جدا. يعني أنا لو حاولت إن أنا أصيغ الكلام عنها في فيديو واحد، لا هتشعب لأن هي مرتبطة بحاجات كتير. ولكن كانت حاجة من أكتر الحاجات اللي استغربتها وأنا بدور في الموضوع ده، إن بقى في مصطلحين قريبين من بعض جدا بأحلام اليقظة. انت عندك احلام اليقظه الدي دريمينج العاديه، وعندك حاجه تانية اسمها مايند واندرنج او اللي هو التجول او الشرود الذهني. فاحنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ايه هو الشرود الذهني وايه هي احلام اليقظه، ايه الفرق بين الاتنين، ايه انواع احلام اليقظه، واحلام اليقظه من منظور علم الاعصاب وعلم النفس وعلم الاجتماع. وكالعاده في شويه تطبيقات هشاركها معاكم. الكتابه اللي انا كاتبها مش كتيره، يعني السكريبت بتاع الفيديو ده ان شاء الله مش هيكون طويل. انا عارف ان انا كل ما بقول كده الموضوع بيبقى بيعدي ال 47 دقيقة، ولكن ده بيحصل عشان انا بس بستفيض في الكلام. شكرا جدا على الكومنتات، شكرا جدا على الناس اللي لسه بتلاقي الشانل وبتعمل لها سبسكرايب. لو انت جديد يعني شكرا جدا واهلا بيك. نبدأ العادي بتاعنا. انا حلمي، انا مش اخصائي نفسي، انا مش دكتور نفسي، انا ماليش اي علاقة، مش دارس اي علم من العلوم اللي انا بتكلم فيها بشكل اكاديمي. انا مجرد انسان عايش بيحاول يفهم يعني ايه يكون انسان، ومر بمشاكل كتير ومر بمواقف كتير، قرر ان هو مش هياخدها كتجارب وخلاص، بل يحاول يفهم هي حصلت ليه وحصلت ازاي واقدر اخليها ما تحصلش تاني ازاي. فموضوع النهارده احلام اليقظه دي، زي ما انا كنت بقول، حاجه انا كنت بمر بيها فتره طويله. كنت يعني بعد قرب تخلصي منها اكتشفت ان دي كانت مجرد هروب من الواقع. فانا زي اي حد انا كنت بمر بمواقف وحشه، فلاقي ان هو انا ليه اعيش الحياه ديت، ما انا ممكن اعيش في العالم اللي في دماغي. كنت بمر بلحظات وحشه سواء بقى مع اصدقائي مع العيله في الشغل حتى في الدراسه، فكنت بلاقي ان اسهل عليا بكتير ان انا اروح بخيالي لمكان تاني اتخيل فيه ان انا انتصرت على الشخص اللي اتنمر عليا، ولا البنت اللي انا معجب بيها بقيت انا وهي مرتبطين وعايشين سوا، ولا دخلت الكليه اللي كان نفسي فيها وايه اللي حصل بعد ما دخلتها واتخرجت. لدرجه انها جت عليا فتره، لو حد فيكم اتفرج على تشارلوك هولمز او قرا اي حاجه لتشارلوك هولمز، عارف ان في كونسبت اسمه المايند بالاس. الكونسبت المايند بالاس دوت في الساينس فيكشن، عشان هو يعني مش مثبت الى الان ان هو حقيقي. بس جزء المايند بالاس دوت او اللي هو البالاس يعني قصر العقل. تشارلوك هولمز كان دايما بيقول ان هو عنده قصر في دماغه، القصر دوت هو مسجل فيه كل البيانات بتاعته، كل حاجة هو شافها بوعي او شافها ما بين نظرة من مكان لمكان، فهو مسجلها فيها ويقدر يرجع ليها. وانا كنت يعني الفكرة دي كانت بالنسبة لي كمراهق يا لهوي. ما تيجي نحاول نعملها، وقعدت احاول اعملها فترة واكتشفت ان ده نوع تاني من احلام اليقظة. فالمهم عشان ما ابقاش بدخل في مواضيع جانبيه، انا اصلا بسجل فيديو دوت الساعه 4 ونص الفجر، انا نفسي انام، بس الالتزام والانضباط. نبدا في موضوعنا. انا قلت في الاول ان في حاجتين، اتمنى صوت العصفور ما يكونش مزعج، انا عندي عصفورين بالمناسبه. المهم، احنا قلنا ان في مسميين قريبين من بعض، اللي هو الشرود الذهني واحلام اليقظه، المايند واندرنج والداي دريمينج.
المايند واندرنج ده بيحصل لنا لما مثلا بنبقى بنقرا حاجه، شغالين على حاجه في الشغل او بنذاكر حاجه، بعد كده يجي سؤال في دماغنا فنسرح فيه، او نقرا كلمه فالكلمه دي تفكرنا بحاجه تانية فنركز في الحاجه التانية اللي احنا افتكرناها. المايند واندرنج بيبقى مرتبط اكتر بالناس اللي متشخصه ان هي عندها ADHD، ولكن دي حاجه طبيعيه بتحصل لنا كلنا، دي مش غلط، دي مش مضره، ودي ما فيهاش اي اذى، هو مجرد ان انت بتتشتت فبتحتاج بس ترجع تركيزك للي انت بتعمله دلوقتي. غير كده فاحنا عندنا التوبيك النهارده الداي دريمينج. الداي دريمينج هو مش فكره ان انت بتشوف حاجه فبتسرح فيها، او بتقرا حاجه فبتفكرك بحاجه، او بيجي سؤال في دماغك. لا، الداي دريمينج ان انت حلم يقظه، انت عايش سيناريو في دماغك دلوقتي، السيناريو دوت مش مبني على اي واقع. ولكن قبل ما نظلم كونسبت الداي دريمينج ذات نفسه، خليني اقول لك ان في الابحاث العلميه اللي اتعملت مؤخرا دي احنا بنتكلم من سنه 2003 لحد 2024، كلها اجمعت على، او الاحدث دي اللي هي سوري من 2013 ل 2024 كلها اجمعت على ان الداي دريمينج فيه منه 3 انواع. عندك اول نوع منه اللي هو الاحلام اليقظه البناءه او الكونستراكتيف، دي الصحيه، دي اللي احنا اتكلمنا عنها في فيديو العادات. دي فكره ان انت عارف ان انت داخل هتعمل تاسك معين، وراك حاجه معينه هتخلصها، فانت بتبدا تتخيلها وتعيشها كانك بتعملها، عشان بس تقلل مدى الجهد الذهني المطلوب منك عشان تعملها. دي برضو بتقدر تستخدمها في ان انت لو حاسس ان انت عندك يوم مهم او حدث مهم في حياتك، بس بدأت تحس ان هو اصبح بدل ما هو مصدر متعة ليك هو بقى مصدر ارهاق، فانت هنا بتتجه ان انت تحاول تبدأ تتخيله عشان تبدأ تتخيل معاه الشعور بتاعه فتتحمس له تاني. خليك فاكر دايما ان الدوبامين هو مش هرمون سعادة، هو هرمون تحفيز. فطريقة من الطرق اللي انت تقدر تفرز بيها دوبامين ان انت تتخيل الحالة اللي انت هتبقى فيها لما توصل، او لما تعدي اليوم اللي انت قلقان منه، او الموقف اللي انت قلقان منه، المقابله، الانترفيو، الامتحان، القعده، ايا كانت إيه هي، او المواجهه. فده اول نوع من انواع الداي دريمينج. تاني نوع من انواع الداي دريمينج الا وهو الديسفوريك او اليقظه المزعجه. ديت اللي عقلك بيدخل فيها لما بتبدا تتخيل السيناريوهات البشعه. كمثال، انت قاعد بتذاكر فابشع سيناريو بالنسبه لك انك تسقط، فمره واحده قابلك سؤال صعب بالنسبه لك، فدماغك في حاله توتر وقلق، واللوزه الاميجدلا، اللوزه العصبيه المسؤوله عن القلق والتوتر اشتعلت، واللي هو احنا هنسقط. فهنا بتبدا تتخيل انت مش قادر تفهم الشابتر دوت، فلو جه في الامتحان مش هتعرف تحل فهتسقط. داخل على انترفيو وانت مش مجهز نفسك، او حاسس ان انت ما عندكش الاكسبيرينس الكفايه فمش هتقبل، فالدنيا هتتكلكع فهتأخر في الكارير بتاعتي. او انت قاعد دلوقتي بتتفرج على الفيديو دوت ومره واحده حسيت اللي هو انا مش عارف اصلا العادات اللي انا عايز اكونها ايه، وهي الناس بتعرف عاداتها ازاي. طب ما انا لو فضلت قاعد مش عارف عاداتي، حياتي هتبقى عامله ازاي، وتبدا تتخيل حياتك. فده الجزء السلبي. قبل ما ندخل للبيج بوس خلينا نفتكر تاني سوا، او نلمهم تاني سوا. انت عندك كونستراكتيف وديسفوبيك. الكونستراكتيف زي ما قلنا انت لو بتبني عاده، بتبني اي حاجه، ده بيسهل عليك الفكره. انت في الكونستراكتيف او في الاحلام اليقظه البناءه، انت مهمتك هنا ان انت بتتخيل الحاجه اللي انت خايف منها هي اصلا ممكن تحصل ازاي، وبتتخيل شعورك بعد ما تخلصها وحالتك بعد ما تخلصها، وبتقف هنا. الاحلام اليقظه الهدامه انت بتتخيل اسوأ سيناريو وبتبدا تحط عليه احتمالات وتعيشه. البيج بوس بتاعنا واللي ظهر مؤخرا اكتر في الابحاث العلميه الا وهو المالادابتيف داي دريمينج او احلام اليقظه المرضيه. المصطلح دوت صاغه البروفيسور إلي سومر في ورقه بحثيه ضخمه هتلاقيها في المصادر، منشوره في المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيويه بامريكا NCBI. ده اكبر ارشيف حكومي في امريكا له علاقه باي ابحاث علميه طبيه ومعتمده عالميا. هنا في البحث دوت احنا النتائج بتاعته كان ان اتاكدنا ان الحاله ديت مش مجرد خيال واسع، مش مجرد ان انت عندك
ملكة الخيال والتخيل، ولكن ديت حالة انفصال عن الواقع، dissociation. اللي مش عارف يعني ايه انفصال عن الواقع او كاتيجوري الامراض ديت في علم النفس وعلم الاعصاب، هي ديت حالة ان انت بيحصل لك شبه انعزال تام عن الواقع المحيط بيك. بتبدأ بدرجات من ان انت بتبقى منعزل عن البيئة المحيطة بيك، مجرد بيئة انت شايفها ولكن انت مش حاسس ان انت فيها، انت في حتة تانية. ممكن توصل بعد كده لدرجة انك مش شايفها، مش سامعها، مش حاسس بيها، مش حاسس بجسمك، الى اصعب درجات فيها ان هي بتبقى مصاحبة بحالات من فقدان الذاكرة، لان انت بتبقى انفصال تماما. فالمالادابتيف داي دريمينج هو انفصال عن الواقع، ولكن الانفصال ده مش بيحصل بدون سبب. الانفصال ده ليه تريجرز وليه اماكن معينه في المخ وليه اسباب. من هنا هنبدا رحلتنا اللي احنا متعودين عليها في اي توبيك انا بتكلم فيه: علم الاعصاب، علم النفس، علم الاجتماع. علم الاعصاب بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان زمان العلماء كانوا فاكرين انك لما بتسرح مخك بيبقى مرتاح. العلماء زمان كانوا فاكرين ان المخ عضو كسول، فهو عايز يوفر طاقه باكبر قدر ممكن. ولكن جامعه هارفارد عملت بحث ونشرته في هارفارد جازات. البحث ده اتنشر في حوالي 2023، ده من احدث الابحاث في الموضوع دوت. وكان في برضه مقال تاني عن نفس الموضوع في ميديكال اكسبريس، ده اتنشر في 2024. كل ده ان شاء الله هتلاقوه في الديسكربشن. التجارب ديت كلها اتعملت على فئران كانوا بيشوفوا حاله نشاط المخ في الفئران ديت وهم قاعدين بيتفرجوا على حاجه، او آه، في معزز بصري او ملهي بصري بيتفرجوا عليه، ونشاط المخ وهم ما فيش اي شيء بصري بيتفرجوا عليه. اللي كان متوقع في الابحاث ديت انه حاله المخ وهو ما فيش اي مشتت بصري معروض للفئران هتبقى اقل نشاطا. اللي اتفرج طبعا على فيديو العادات، فسبويلر انت اوريدي عارف ايه اللي هيحصل. اكتشفوا العكس. احنا واحنا قاعدين ما بنتفرجش على حاجه، مش بنسكرول، مش بنقرا، مش بنعمل اي نشاط، احنا حتى لو مغمضين عين عادي فالمخ بيبقى نشط اكتر. بيبقى نشط اكتر ازاي؟ لان اللي بيحصل في اللحظه ديت في شبكه في المخ اتكلمت عنها قبل كده، DMN، شبكه الوضع الافتراضي. الشبكه ديت مكونه من شويه خلايا عصبيه متصله ببعض، مش محتاجين ندخل في تفاصيلها دلوقتي. ولكن الخلايا العصبيه ديت والنواقل العصبيه ديت بتلعب دور اساسي في التامل والتذكر، بالذات تذكر الماضي، اللي هم القشره الجبهيه والتلفيف اللوزي او سوري التلفيف الزاوي. فالجزئين دول في المخ دول كأن دماغك اتحطت على اوتو بايلوت. انت مفيش حاجه بتعملها، ممكن تنشط كمان بس ديت بتبقى في حالات يعني نادره. لما بتبقى بتعمل حاجه انت متعود عليها بشكل تلقائي جدا. وزي ما كنت ما اتكلمت في فيديو العادات، الشبكه ديت العادي بتاعها ان هي لما بتنشط فهي بتبدا تحلل وتترجم وتفكر وتتذكر المعطيات اللي انت كنت بتديها لها. فلو انت شخص طول حياته او اغلب وقتك برين روت قاعد بتسكرول على تيك توك، فغالبا هتبدا تفتكر اغنيه انت سمعتها كتير، هتبدا تفتكر رقصه انت شفتها بتترقص كتير، هتبدا تفتكر ترند منتشره بشكل مستفز على السوشيال ميديا. فده الجزء ده مسؤول عن كده في المخ. ولكن اللي بيحصل هنا ان الشبكه دي بتروح بتنشط وبتقوم جايه منشطه معاها جزء تاني، ده في حاله الاحلام اليقظه الانفصاليه او المالادابتيف داي دريمينج. شبكه الوضع الافتراضي دي بتنشط معاها حاسه البصر عندك، او الجزء المسؤول في اخر الدماغ عن حاسه البصر. لو حد جيل قديم شويه كلنا كنا فاكرين اهلنا بيقولوا ما تضربش حد على قفاه عشان منطقه البصر كلها هنا، وانت ممكن حد يضربك على قفاك فتتعمي. فالجزء اللي في اخر الدماغ ده في الفيجوال كورتكس او القشره البصريه. المهم، شبكه الوضع الافتراضي بتنشط في حاله بقى المالادابتيف داي دريمينج، بتنشط معاها القشره البصريه، فبتبدا تحسسك ان انت شايف. طبعا الموضوع بقى ليه تدريج، يعني خليك دايما فكره ان اي حاجه احنا هنبقى اي توبك انا بتكلم فيه هو ليه سلم موسيقي كامل، ليه درجات، هو مش من 0 ل 100. فهي بتنشط بدرجات. ولكن الشبكة ديت زي ما قلنا هي دورها الأساسي إن هي تترجم إشارات العيون لصور، عشان كده الخيال بيبقى مجسم في بعض الأحيان. في تجربة تانية برضو اتنشرت في مجلة فويس، أطباء أعصاب حفزوا منطقة الحصين أو الهيبوكامبس ديت، المنطقة المسؤولة عن تخزين الذكريات في الفص الصدغي، بكهرباء. خلوا الشخص ساعتها بيبدأ
انت مش مجرد بتتخيل ان انت بتشوف ذكرياتك او بتشوف احلام اليقظه بتاعتك، انت شايفها عين الحق. خليك دايما فاهم ان في نوعين، خلينا نقول ان هم نوعين دلوقتي من التخيل، الا وهو التخيل التخيلي فعلي، اللي هو مجرد تخيل في ذهنك، انت مدرك بابعادك، مدرك بالمجتمع، او مدرك بالاوضه اللي انت قاعد فيها، ولكن ذهنك بيخيل لك شيء. وطبعا في الشق الاكثر تطرفا، واللي هو غالبا بيبقى عرض لاي امراض ذهنيه زي الانفصال، الانفصال اللي هو السكيزوفرينيا او الديسوسيشن، الا وهي ان انت بتبقى شايف فعلا اكن ده الواقع بتاعك. الجزء دوت بقى في علم الاعصاب، ايه التريجر بتاعه، ايه اللي يخلي مخنا ينشط شبكه الوضع الافتراضي ويقوم جاي رابط بيها القشره البصريه ويدخلنا في حاله احلام اليقظه. من الناحيه العصبيه، الزرار ده بيكون دايما في حاجه اسمها التحفيز الحسي الايقاعي. مخنا شئنا ما بين بيعشق الايقاع. لو قريت شويه في علم الاعصاب اسف ان انا هقول كده واتمنى انكم تسكبوا الحته ديت، بس يعني هي مثال اللي قرا فيها هيبقى فاهم. جو الترددات، مخنا اصلا عباره عن فريكونسي، اي شيء اي كائن حي عباره عن تردد موجي، تردد موجي وتردد كهرومغناطيسي. ده كلام فعلي، ده مش علوم طاقه، تمام؟ فالنواقل العصبيه بتاعتنا ديت عباره عن تردد موجي وتردد كهرومغناطيسي، فهي بتعشق الايقاع لان هي ماشيه برتم معين. نبض القلب عباره عن رتم، طريقه كلامنا عباره عن رتم، كل حاجه بنعملها احنا بنعملها في حياتنا بايقاع ايا كان نوع الايقاع ده ايه. فتاني من الناحيه العصبيه، الظهور ده دايما بيكون في التحفيز الحسي الايقاعي، لان مخنا بيعشق الايقاع المتكرر، لانه بيفصل المنطقه المسؤوله عن المنطق وبيخليها منعزله ومش اكتف كالمعتاد. فالظهور هنا ممكن يكون ان انت سمعت اغنيه معينه. طبعا الدراسات والابحاث بتقول ان في نوع من الموسيقى اسمه اي ام دي، ده بيعزز اكتر لان ده بيبقى شغال على لو فريكوينسي اكتر مع هاي تيمبو او ايقاع عالي، ايقاع سريع. او لو بتسمع كلاسيكال ميوزكس، اغلب الناس يعني لو انت حد بيحب يسمع موسيقى كلاسيك، موسيقى كلاسيك احنا هنا بنتكلم على موتزارت، بنتكلم على بيتهوفن، شوبان، تشاكوفسكي، يا رب اكون بنطق اسمه ده صح. هياخد باله ان عشان واحد يعني عشان عشت التجربه دي كتير، وان انا بحب احضر حفلات كلاسيك، انت هتاخد بالك ان الموسيقى الكلاسيك انت لو غمضت عينك عليها هتحس انك عايش في مكان ما. فالموسيقى بتبقى تريجر كبير من جزء المنظور علم الاعصاب ان هي تحفز ده، تمام؟ فبتبدا تمشي في خط مستقيم، ممكن تلاقي نفسك بتتحرك بايقاع، بتهز رجلك بايقاع، بتطرقع صوابعك بايقاع، بتعمل حاجه جسديه بايقاع. الجزء ده كله بيخلي الحصين، المنطقه المسؤوله عن المنطق وشبكه الوضع الافتراضي، يحطوك في فيلم ايا كان بقى انت خيالك جايبك ليه دلوقتي. انا واحد من الناس بستخدم الموضوع ده عشان اديستريس بيه الفترات اللي بمر بيها بمشاكل كتير، الفترات اللي بقى عليا ضغوط كتير. بستخدم الطريقه ديت كنوع من انواع ان انا بس بديكومبوز، بفصل شويه، مفيده، ولكن ان ديت تبقى حياتك الاساسيه ده غلط. فاحنا كده المفروض غطينا جزء علم الاعصاب. انا بجد اسف بس انا ما عنديش قدره النهارده ان انا يعني اريكاب كل جزء او اعيد كل جزء انا اتكلمت عنه، فبجد اعذروني عن الفيديو دوت. يعني انا هعتمد عليكم في الفيديو دوت ان انت تبقى بتركز في المعلومات معايا. لو حاجه حاسس انك مش فاهمها كويس اعيد الحته تاني، لو حاجه ستيل بعد ما عدتها حاسس انك مش فاهمها سيبها لي في كومنت، ويعني هتبقى بتساعدني، فشكرا جدا. الشق التاني او المنظور التاني، منظور علم النفس في كليه كليه بجامعه كولومبيا، كليه الاعمال. دي اتاسست سنه 1916. دي من اهم مراكز الابحاث في نيويورك لدراسات السلوك. عملت بحث عن علاقات احلام اليقظه بالوحده. النتيجه كانت انه احلام اليقظه بتشغل او بتشتغل كبديل اجتماعي، سوشيال سيرجنت. لو انت حاسس بوحده، او حاسس ان مفيش دعم حواليك، او حاسس بوحده فكريه، حاسس بوحده فعليه، حاسس انك منبوذ عن الناس، فعقلك بيبني لك عالم موازي انت محبوب فيه، انت ناجح فيه، انت خدت حقك، انت انتقمت، انت رديتي على الناس اللي اتكلمت عنك، اتكلمت في وشك وضايقتك، انت مسكت الشاب
اللي عاكس خطيبتك وضربته، انت وقفت في شغلك وقلت لمديرك كلامك ده كله غلط يا حمار يا غبي ومش هينفع نعمل كده، انت خدت حقك. علم النفس بيقول لنا ان لما بنكبت شعور عندنا، الشعور دوت احنا عارفين ان احنا كنا نقدر نطلعه لو اخدنا رد فعل، فاحنا كده مخنا هيوجهنا لحلم اليقظة ان احنا نفهم، او مش نفهم سوري، ان احنا نعمل رد الفعل ده. ايه التريجرز الفعلية من منظور علم النفس؟ التريجرز الفعليه او المحفزات الفعليه اللي ممكن تدخلك في حاله حلم يقظه او حاله احلام يقظه هو الالم العاطفي او الرفض الاجتماعي، بالذات السريع. الرفض الاجتماعي السريع اللي هو حصل في مده زمنيه ما كانش ما كانش عندك مستطاع فيها ان انت تجمع افكارك وتجهز ردك. المخ هنا بيلاحظ ان في هبوط مفاجئ حصل في هرمونات السعاده، الا وهي السيروتونين والاوكسيتوسين. الاوكسيتوسين مش الدوبامين. فزي ما كنت مثلا لسه بقول، ليتس سي انت جروب الدفعه او جروب مشروع التخرج بعت في رساله وانتوا خلاص بقيتوا صحاب، شافوها ما ردوش عليك فانت حسيت ان في حاجه غلط. لقيت ستوري لاصحابك نازلين من غيرك فانت حسيت ان في حاجه غلط. مديرك قال لك كلمتين ما لهمش لازمه فانت اتضايقت وحسيت ان في حاجه غلط. فعقلك الباطن هنا عشان ينقذ ينقذ نفسه من الوجع بيقوم جاي خالق لك سيناريو تعويضي، اللي هو انت اتوجعت من الموقف ده، طب خد بالك احنا كنا ممكن نعمل واحد اتنين تلاته. ممكن يزود عليها ان هو خد بالك احنا كنا ممكن نعمل واحد اتنين تلاته بس ما عملناهوش عشان احنا احسن من الناس. ف دي ترتيبات. طبعا الموضوع بيعتمد على نيتك، انت فعلا ممكن يكون عندك المقدره انك ترد على الشخص او تجيب حقك او تاخد موقف او تتواصل بشكل صحي وشكل سليم وتسال اصحابك هو في ايه اللي حصل، ليه نزلتوا من غيري، ليه حاسس ان انتوا مش بتردوا عليا. ويا ريت نبدا نورماليز الاسئله اللي زي ديت ما بين الشباب. يعني دي مش حاجات بنات بس، طبيعي يعني لو شخص يعز عليك العتاب محبه. ولكن علم النفس بيقول لنا ان مخنا لما بيحس بألم، عشان المخ مبرمج ان هو مش عايز يحس بألم، فبيبدأ يحطك في وضع افتراضي. فلو انت عملت برزنتيشن كانت تحفة، يعني واحدة من احلام اليقظة اللي ممكن تمر بيها، عملت برزنتيشن تحفة ولقيت مديرك بيشكرك عليها جدا، صحابك بقيت انت مركز الاهتمام ليهم بعد ما رحت حققت نفسك واشتريت العربيه اللي كان نفسك بيها وفيها، وعديت عليهم وهم قاعدين على القهوه بصيت لهم وضحكت فهم جروا وراك وقالوا لك يا لهوي ارجوك كلمنا تاني. فدي نوعيه احلام اليقظه. علم النفس تاني، احلام اليقظه بالنسبه لنا او من منظور علم النفس هي حاجه انت بس بتحفظ بيها كرامتك عشان مخك ما يفضلش قاعد موجوع فيها. موضوع بسيط جدا. علم الاجتماع على الصعيد الاخر بيقول لك ان المجتمع الراسمالي خلق بيئه مرعبه من نجاح وشكل معين للنجاح. فالنجاح محتاج فلوس، محتاج يبقى جسمك في شكل معين، جسمك في شكل معين، معاك المبلغ المعين، معاك شغال في الوظيفة المعينة، عندك البيزنس المعين بتاعك وهكذا. فمخنا برضه هنا عشان هو يعني مخ الجيل الحالي واللي انا واحد منهم، اللي هو ميلينيالز على جين زي، اللي هو يعني انا دلوقتي داخل على الثلاثينات بس اعتبر جين زي، بس انا معتبر نفسي ميلينيال. المهم دي قصة حزينة طويلة. الجيل الحالي عنده حاجه اسمها سنوفليك سيندروم، الا وهو ان احنا جيل الى حد ما هش نفسيا. شئنا ما بين، دي الدراسات اللي بتقول كده على العموم، على عموم الجيل. فعلم الاجتماع بيقول لنا ان دماغنا دلوقتي بترفض الكلام ده، وفي طريقه من طرق الرفض ان هي دماغنا بتقول لنا، بتمنطق لنا فكره احلام اليقظه، اللي هو انا ليه اعيش في التعب ده كله، ما انا ممكن اهرب بكل ده واسيب الخوف من الانجاز واسيب التوتر والقلق من الفشل والكلام ده كله، واقعد اتخيل ان كل ده حصل واتبسط وانام ومش مشكله هصحى بكره متضايق ان انا ما خلصتش اللي ورايا، بس هلاقي نفسي ان انا احلم حلم يقظه تاني وخلاص. نقعد نرسم سيناريوهات في دماغنا وخلاص. ايه المحفزات من منظور علم الاجتماع اللي بتخلينا ندخل في احلام اليقظه؟ الديفيكالت تاسكس او المهام الصعبه اللي ملهاش مكافاه فوريه، بالذات ان انت قربت من ديدلاين لحاجه معينه، عندك assignment في الكليه وقربت منك تسلمه، عندك برزنتيشن المفروض هتعرضها على مديرك وميعادها قرب وانت لسه ما خلصتش فيها حاجه، فدماغنا دايما بتقوم جايه مفكره اللي هو انا اسهل عليا من ان انا اقعد احاول اخلص الحاجه ان انا اقعد اتخيل ان انا خلصتها واعيش فيها. ده فعليا اللي بيحصل. ولكن هل كل دوت مهم؟ ما
انا وانا بكتب السكريبت بتاع الفيديو ده كنت قاعد مركز في كل حته انا بكتبها، في حته اللي هو هل الكلام ده مفهوم، طب هل الكلام ده واقعي، الكلام ده واقعي بناء على محادثات انا خضتها وبناء على تجارب انا مريت بيها. انت ليه مصممه تبوظي الاضاءه؟ يعني انا الجو حر فانا مشغل مروحه. المهم، انا عندي دبل فيس جنبي هنا. احنا بقينا اهل قوي يا شباب. كان المفروض اعمل كده من زمان. ف وانا كنت بكتب زي ما كنت بقول، وانا كنت بكتب سكريبت الفيديو ده كنت قاعد بفكر اللي هو انا بحاول ابسط الكلام على قد ما اقدر، وفي نفس الوقت بحاول احط يعني اللي متابعني بجد. يعني انا بعتذر عن الفيديو ده بس انا منتلي مش هنا، ولكن لازم يعني دي المعافره اللي انا كنت بتكلم فيها في فيديو الهابتس، وكنت بتكلم فيها في الفيديو اللي فات، اللي هو انت يعني انت اللي هتجبر نفسك على انك تعمل حاجه في الاخر. ماي بوينت از، نقطتي هي سكريبت الفيديو ما كانش سهل عليا قوي، لان الموضوع يصنف سهل ممتنع، دي حاجه كلنا بنمر بيها، حاجه كلنا فاهمينها، ولكن كانت اصعب اجزاء بالنسبه لي في ان انا اقدر اصغر فعلا واقدر الاقي سببها، هي المحفزات، هي التريجرز، ايه اللي بيخلينا ندخل في الحاله دي. فاتمنى دلوقتي نكون فهمنا احنا ايه اللي ممكن يكون بيودينا الحاله دي. ولكن لو احنا بنروحها بالفعل، لو احنا بقينا مستسلمين ان احنا نروحها، نقدر نطلع منها ازاي؟ خليك فاهم ان احلام اليقظه هي مش خلل في كيمياء المخ، على قد ما هي خلل في السلوك. فأي خلل في السلوك، وإن شاء الله هيبقى في فيديو تاني لوحده كامل عن التشوهات الفكرية وتشوهات السلوك. فأي خلل في السلوك حله بيكون في تكرار حلول السلوك. فاحنا دلوقتي معانا 4 حلول. ال4 حلول ديت أنا كنت بطبقها، وفي منها لسه بطبقها، في منها حلول شائعة أصلا لحاجات تانية ولكن هي مفيدة هنا. لأن أول حل وده الأكثر شيوعا وكلكم سمعتوه عن القلق، حل كنوبات القلق والهلع، وأنا كنت ذكرته في الفيديو اللي كنت بتكلم فيه عن نوبات القلق والهلع، ألا وهو 5 4 3 2 1 أو ذا جراوندنج 5 تون. أول لما تحس إن أنت بدأت ترسم سيناريو في دماغك، بدأت تعيش حياة مش ده الواقع بتاعك، وانت فاهم انك بتهرب منها، وبدأت تدخل في صراع نفسي ما بين اللي هو طب انا بهرب، طب اطلع منها ازاي، طب ما ايه، طب ما في ايه. هتبص على 5 حاجات حواليك، هتلمس 4 حاجات حواليك، هتركز على 3 أصوات تقدر تبقى سامعها، هتركز على ريحتين انت شاممهم، وهتركز على حاجة انت ضايقها. تركز هنا بمعنى ان انت زي ما انت اكتفلي هتبص على حاجات حواليك، فانت اكتفلي برضو هتلمس حاجات حواليك، اكتفلي هتحاول تروح تركز على 3 أصوات حواليك أو تسمع 3 أصوات حواليك. يعني أنا دلوقتي لو قعدت أركز فأنا عارف إن في صوت المروحة، في نبرة صوتي أنا أصلا، وفي صوت البي سي، ممكن يبقى في صوت العصافير، لو سكت شوية ممكن أسمع صوت الشارع، وهكذا. ح... هتركز على حستين شم، أنت ممكن تتنفس عادي بعد كده تشم برفان، ممكن تشم أي حاجة تانية، شوف أنت بتحب تشم إيه طالما مش مخدرات. وأخيرا هتدوق حاجة، أو لو مفيش حاجة جنبك تقدر تدوقها دلوقتي وصعب عليك إنك تقوم، اشرب بق مية، ده كافي برضه. التكنيك بيسحب الدم كيميائيا واحدة واحدة من الخلايا أو من شبكة الخلايا، وبيوجهها للقشرة الحسية، بيوجهها للجزء المسؤول فعلا عن المنطق والوعي والتركيز. فدي أول حاجة. التكنيك بيستخدم في حاجات كتير، بيستخدم في نوبات القلق، نوبات الهلع، نوبات الاكتئاب، بيستخدم في أي حالة توتر، سيفير انكزايتي، الانكزايتي بتاعه. ماشي. المهم، الهدف من البروتوكول كله، او الهدف من التكنيك كله، ان هو بس بيعيشك في اللحظه، بيجبرك غصب عنك انك تدرك اللحظه. وبالحديث عن النقطه كان في قصه سمعتها زمان، كان عن شخص بيعاني من ادمان، آه، بيعاني من ادمان معاكسه. يعني هي كانت قصه اجنبيه. فراح لدكتور نفسي وقال له انا عندي المشكله فاعمل ايه. فالدكتور قال له انا هطلب منك طلب واحد، انا عايزك ما بين السيشن والسيشن الجايه تجيب لي او تقول لي في السيشن الجايه آه ايه اكتر نوع جزمه انت شفته، اكتر براند جزمه انت شفتها، ايه اكتر لون جزمه انتشارا انت شفته، وايه اكتر نوع جزمه من حيث اللي هي برباط ولا سكتشر ولا سكotش.
فطبعا الشخص اللي كان بيحكي القصه ديت قال وقتها ان هو ما كانش فاهم هو الدكتور بيقول له كده ليه، بس لما راح له بعديها كان الفرق ما بين السيشنز اللي هو مش غلطان اسبوعين. لما راح له بعديها فقاعدين بيتكلموا، فبيقول له شفت ايه، فقال له انا شفت كذا 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 كذا. قال له تقدر تعد لي كام واحده انت فاكر شكلها، تقدر تفتكر انت كام واحده انت بصيت عليها؟ فالراجل سكت شويه واكتشف ان هو لا. فاللي حصل هنا ان هو بس الدكتور عدل سلوكه واعاد توجيه تركيزه لحاجه تانية، والشخص دوت رجع بعديها بفتره واتكلم تاني وقال ان هو الى الان لسه بيعمل نفس الموضوع ده. فده اول تكنيك. التكنيك دوت تاني منتشر في كذا، منتشر كحل لكذا حاجه، لان الهدف منه ان هو يربطك في اللحظه اللي انت فيها، ودي اهم حاجه في رحله علاجك لاي تعديل سلوك. تاني تكنيك معانا هو حاجه اسمها تفكيك المحفزات الشرطيه، ده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه من شويه، اللي هو زي الموسيقى وما الى ذلك. زي ما كنا لسه بنقول ان بما ان المزيكا والمشي هم الزرار اللي في الجهاز العصبي بتاعنا اللي بيشغل الموضوع ده، البروتوكول هنا هو انك ممنوع تسمع المزيكا وانت بتتحرك. ده بيكسر الارتباط الشرطي في مخك ان انت هتحس باكتئاب، اعراض انسحاب في البدايه، ده طبيعي، بس لازم تستحمل انك تكسر دايره انك تسمع موسيقى وانت بتتحرك. الحاله الوحيده اللي انا عن تجارب، يعني عن ممارسه لفتره طويله لقيتها شغاله معايا في موضوع الموسيقى ده بالذات، ان انا اسمع موسيقى وانا بشتغل، او اسمع موسيقى وانا بمشي في الشارع، او اصلا ان انا بدل الموسيقى ببودكاست. طب كلنا عارفين او كلنا حاسين ان البودكاست محتاجين نبقى مركزين فيها. لا، انت مش محتاج تبقى مركز فيها. في نوعيات بودكاست كتير كتير هي تقع تحت بند اليابنج. اللي انا بعمله دوت نوع من انواع اليابنج، او اللي هو انت مجرد شخص بيطلع يسرد افكاره ومنظوره عن الحياة. او ممكن تسمع بودكاست اللي هي كونفرزيشنال، محاورة ما بين اتنين، فعادي مش لازم تركز في كل حاجة. ده تكنيك تاني. تالت تكنيك معانا هو حاجة اسمها ذا ساند بوكس تكنيك، او ذا 20 minute ساند بوكس تكنيك، صندوق الرملة. وده برضو التكنيك ده بينفع في نوبات القلق، نوبات الاكتئاب، نوبات الهلع. التكنيك دوت بيقول لك انك لما تبدأ تحس ان انت داخل على داي دريم، او انت اصلا حاسس ان انت في حالة حلم يقظة، انت قاعد سايب الشغل اللي وراك، سايب المذاكرة اللي وراك، وقاعد بتتخيل حاجة، في حاجتين تعملهم. اول حاجه ديت رايي الشخصي وديت مبنيه على دراسات في علوم تانية، الا وهي الفيزيكال تريجر. انا واحد من الناس زمان لما كنت بحس ان انا سرحان كنت بعمل كده، كنت بخبط في نص دماغي عشان افوق نفسي. في ناس بتحب تطرقع بصوابعها، في ناس بتحب تطرقع صوابعها ذات نفسها، في ناس بيبقى مثلا جايبه زي ستريس توي فبتقوم جايه ماسكاها، بتعمل محفز جسدي، محفز فيزيائي ملموس، عشان يفصلك عن الحالة اللي انت فيها، او يساعدك انك تفصل من الحالة اللي انت فيها. الساند بوكس تكنيك بقى هنا ان انت بتقوم جاي قايل لنفسك احنا عندنا تلت ساعة قبل ما ننام هنعمل فيها اللي احنا عايزينه. انا شخصيا الى الان بتجيلي مثلا عليا في لحظات ضغط في الشغل، مثلا بحس ان انا داخل على نوبة قلق ان انا ممكن اخسر شغلي، ممكن الدنيا تتكعبل، فاقوم جاي قايل لنفسي بقول لك ايه، نخلص الشغل يعني واحنا مروحين نقلق. وفعليا وانا مروح بقعد اقلق، بقلق عادي، بقلق بجد. فخلاص قشطه. فنفس الفكره لما تحس ان انت في حلم يقظه، حاول يبقى عندك الفيزيكال تريجر بتاعك، الحاجه الجسديه اللي انت هتبقى مسيستم جسمك عليها، ودي بتيجي بالتعود ان انت لما تعملها تفصل عن الحاله اللي انت فيها. وقول لنفسك ذهنيا احنا عندنا قبل ما ننام هنقعد نحلم براحتنا. فدماغك اوتوماتيكلي هنا، عقلك الباطن الكونشس، وعيك والسب كونشس بتاعك واللاوعي بتاعك بيعتمدوا بنسبة كبيرة على كلامك، لأن أصلا جزء كبير من اللاوعي بتاعنا، أو جزء كبير من أفكارنا بتيجي من مشاعر. يعني أنت بيجيلك شعور فبيجيلك فكرة فبيجي تصرف عليها، فالتصرف ده بيولد شعور فبيولد فكرة فبيولد تصرف. ففكرة ان انت تعمل فيزيكال تريجر فده هيسهل عليك انك تطلع من الشعور، فبالتبعية ما تبقاش في فكرة، في التبعية تتجنب تماما انك تدخل في حالة احلام اليقظة. اخر حاجة اسمها الناريتيف هايجاكينج او اختطاف السردية. استغل الخيال، استغل الدي دريمينج بتاعك لمصلحتك. لو انت شخص احلام اليقظة بتاعتك، او لو انت شخصية احلام اليقظة بتاعتها هي احلام ابداعية، تولكن اللي كتب لورد اوف ذا رينجز لو انا مش غلطان كان اتكلم ان هي، لو انا فاكر صح، كلها بدات معاه كحلم، في لحظه كده كان قاعد سرح، دماغه ربطت شويه حاجات ببعضها، بدا يتخيل عالم فعملها. ناس كتير اتكلمت ان هي ابداعاتها جت من لحظه
داي سوري، من لحظه داي دريمينج. فالناريتيف هايجاكينج ان انت استغل الخيال لصالح الواقع. لو احلام اليقظه بتاعتك هي احلام ابداعيه روائيه، بتتخيل حتى انك روائي مشهور، بتتخيل انك شخص مشهور، بتتخيل انك ناجح في مجال معين، اقلب التخيل ده هو انا عشان اعمل، لو عايز اعمل كده اوصل لايه، ورقه وقلم واقعد اكتب انت عشان توصل لكده انت فعلا محتاج تعمل ايه. ده اصلا مرتبط او مترابط مع الجزء بتاع الهابتس. فكرة ان انت لو عايز توصل لهدف فتخيله، وتخيل انت محتاج تعمل له ايه. لو عايز تحقق عادة معينة، لو عايز توصل لهدف معين، تخيل تدريجه وما الى ذلك. فاحنا كده قلنا 4 حلول من 5 ل1. افصل الموسيقى عن التريجر الجسدي. اعزل شعورك في فكرة ان احنا هيبقى عندنا وقت تاني نقدر نعيش فيه الشعور ده، حلم يقظة، وقت تاني نقدر نحلم فيه الحلم دوت في نفس اليوم. وحول احلام اليقظة بتاعتك لمنفعة حقيقية ليك. الخاتمة بتاعتنا اللطيفة، او انا كنت كاتب خاتمة لطيفة: الخيال نعمة، الحمد لله هو المكان اللي الافكار الكبيرة بتتولد فيه. هو بيبقى عامل زي المية، لو شربت منها هتعيش، بس لو فضلت قاعد فيها بالساعات هتغرق. عقلك بيبني العوالم ديت لانه حاسس ان الواقع بتاعك ما بيشبعوش. الواقع بتاعك صعب وبيجرح، ودي الحياة. بس الحل عمره ما كان ان احنا نستخبى جوانا، نستخبى جوه جمجمتنا. الحل ان احنا نبتدي نبني في الواقع الحقيقي بتاعنا، نطوره، نحط طوبة طوبة. انت لو ضيعت 5 سنين في ان انت عندك حالة من احلام اليقظة المفرطة، انت ممكن تضيع 5 سنين تانيين. فالافضل ان ال5 سنين جايين في حياتك تضيعهم وانت بتبني وبتغلط وبتتعلم وبتشوف الحاجات بتتهد حواليك، وبتتعلم هي اتهدت ليه وتعيب بتاعها. لو حابين تقروا اكتر عن التحليل نفس الموضوع ده بالتفاصيل، هتلاقوني سايب لينك كل الاوراق البحثيه اللي انا لقيتها في الديسكريبشن. الاوراق البحثيه دي كلها انا اصلا حاليا بعمل على ان انا اجمعها واربطها ببعض بشكل علمي وعملي اكتر. وان شاء الله دي هبقى بنزلها مقاله لوحدها على اكونت سبستاك، هتلاقيه في الديسكريبشن برضو. تصبحوا على خير، انا داخل انام.